بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المقطع الثاني من بعد ما خرجنا من السجن، بس الموضوع هذا كبير إن شاء الله. إن شاء الله أن ربي يقدرني على الشيء الذي يرضي الله تعالى بس، وحلول الناس بالحق إن شاء الله، أن احنا نقدر نمتع الناس ولا نضرهم. طبعا الإعلاميين والمشايخ والقبائل اللي في صنعاء حلوا قضية بأحمد الزوكي، طبعا خير إن شاء الله. يعني بدل الوضع يتحسن، يظهر المسكين بمن هو له عون، بمن له عون من القبائل، أو نقول الإعلاميين، أو نقول الممثلين، أو نقول طبعا الكلمة الأولى اللي ادينا حق الممثلين، حق أصحاب صنعاء، يوم قالوا يوم رجعوا، يعني استمروا على الحاجة اللي هي الخير وابعدوا من الشر. يعني سرعوا عن صاحب البلس على أساس إنه إيش، إنه اعتذروا له وكل شيء، وجاءوا جمعوا لك الممثلين الباقي وودوا بالأخير تكلموا قالوا خصاصة ونجاسة والشعب اليمني وإحنا نعرف إيه. طيب هذا الكلام هذا كله اللي يقدموه يجيب يزيد ضغرة فتن، وهم ممثلين كبار. طبعا هم يمنيين، اعتبر يمنيين، يشاهدوهم اللي يشاهدوا التمثيل الحقام اللي في اليمن، اللي بمأرب، ولا اللي في حضرموت، ولا اللي في صنعاء. فرجع كأن ايش ادونا العداوة ولا ذاك الشيء. هم يعني الممثلين الكبار من ضمنهم هم يصلحوا بين الناس، يقربوا الشيء للشيء صح. طيب هذا حق أحمد الزوكي، هذا نسأل الله تعالى أن تحل المشاكل حق الناس، حق البلاد كاملة. هذه مظلومات واحد وآلاف المظلومات، آلاف المظالم. أنا من يوم أعرف نفسي، أنا من يوم خلق وأبي شارع، والله شارع. طبعا احنا تكلمنا على أساس إن احنا المشايخ والعلماء اللي يصافحوا هذا كل شيء، وسبينا العلماء على أساس إنهم هم متفرقين هذا كل شيء. طبعا بناس منهم يتكلموا يقولوا ما نقدرش نظهر بشيء بسبب هذه نفس القبيلة لأنه كل احنا غلطانين باليمن، كل أسرة، ومنعنا على أساس إن الناس لا يكونوا يتعصبوا مع يظهروا إنهم قبائل وإنهم على أساس الآخر والآخر الذي ما يشمع أسرة. وطبعا الإعلاميين بعد ما خلصوا المشكلة وخرجوا أحمد الزوكي وخرجوا اسمه هذا القبائل، خرجوا كل شيء. أنا أنصح القبائل أن يعرفوا الشيء بحق، بدل ما هم دحين هم الإعلاميين اللي ظهروا المشكلة هذه وصاحوا هذا كل شيء عبر التلفون، عبر التصوير، عبر هذا. يصحوا المشايخ والقبائل، يعرفوا الحق من الباطل بالمشاكل كامل بالبلاد كاملة، والدولة صح. والإعلاميين الذي قد هي المشكلة قد احتلوا كل شيء وعادوا يتكلم على العدوان وعلى احنا نقول انتهى الحرب، انتهي ان شاء الله انها انتهي بفكرنا بعقولنا، على اساس يعني ما عنكوش نقيس دمرات كي يقيس حالل، نرحم الضعفاء الذي هم بلا شغل، نفتح مشاريع بدل ما هذه العنصرية جالسين هناك وهناك. احنا انا لا امدح، انا في داخل المغرب، ومن بلادي اهلي وكلهم مني بصنعاء، وطلع المقطع الفيديو على اساس انهم اللي راحوا مكة والذي يشعروا على اساس انهم ايش من اهل البيت وهذا كل شيء. طبعا على ما تبصر المشاكل اللي حلها بالبلاد كل احنا مضحيين، اعتبر انا ذا انا نيتي، انا ما اعرف نفسي، انا ما قصة شنو ابي وانا امي بعد عليهم غربة، شاقع عليهم، والشهيد ولا هذا كل شيء وهذا كل حاجة نفس الطريقة، من العملاء بسبب الحرب من هنا ولا من هناك.
فهذا أنا أدي لكم فكرة على أساس إيش؟ كل واحد يحرص. القبائل اللي بالدولة واللي هذا يصحصحوا يحلوا مشاكل الناس الآخرين في داخل صنعاء، ولا ينشم السيد أو الدولة ما تنشم إلا لفعلها. نعم طيب أنتم لم تنشموا السيد وسيدي طيب الله تعالى اللي أمر ولا هو اللي قال اعملوا الصح اعملوا؟ كل الناس بشر والله ما يعرفوا. فاحنا تكلمنا مش على اساس انه يعني خلاص صبينا السيد وعلى اساس ان احنا فانتم تعظموا الشخص ولا تعظموا الله. فالذي فعلكم بصنعاء خير للبلاد كامله. القبائل والدوله ولا كل شيء لا تدخلوا فلان او زعطان فوق وهو ما حلش المشكله ولا هو يعلم الغيب ولا هو المشكله هذه انه باحته. مثلا نقول يعني مثلا انتم تعظموا هذا كل شيء عندكم، هذا احنا ما دارين، احنا مواطنين والله العظيم ان احنا مواطنين لا نعرف حتى هنا في داخل المغرب والله ما نعرف الدوله مو هو الخبر مو هذا، بس على اساس ان احنا نرسل رسالتنا مثل ما الناس ارسلوا الرسائل الذي حصل الان في صنعاء فكه لواحد، واحنا نرسل رسالتنا للقبائل والدولة اللي بصنعاء والدولة اللي في مأرب هذا تحل مشاكل الناس جمعة. الآن الناس الموظفين كلهم والله يبدو المعاشات ويشتي يدخل هذا وهو شباب وكل شيء ويشتي يرتاح ويشتي يتزوج ويشتي يعيش ويشتي يشتغل ويشتي. أنا مواطن مشي شغل يضيع العيش، يضيع هذه الفرغة بدل ما نقص. ايش اللي يخليني اطلع في الكلام هذا؟ فرغه والله فارغ. اشتي فعل مشاريع تصلع وحاجه كل شيء ناقل الناس يعيشوا، لا تدخلوا المشاكل بداخل الدوله سواء هنا في مأرب او في صنعاء. انتوا الان اللي في صنعاء كانك تفرق، احنا ندور الشيء احنا بالمرق الاخير، واحنا تكلمنا بايش بالمقطع الاول اللي تجاه ما ادخل السجن على اساس انه ايش اللي بالقران تحقق باليمن. ايش هو؟ الحرب العالميه الثالثه ان شاء الله، الحرب العالميه الثالث، لان اليمن الحرب اللي في البلاد طبق بالورق يعني الحرب العالميه الثالث، العالم كله نظر على اليمن، كل واحد يعلم الشيء هذا على اساس انه نكون نعمل الشيء بحقه. يعني احنا انا اتكلم عن العلماء واتكلم بشيء واتكلم هذا على اساس ان العلماء هم اساس الدين واهل الرحمه، حتى لو سبوكم انا ولا شيء فمني انا اختبار على اساس ايش؟ اشوف لين موقفهم وكيف ردة فعلي، وعلى اساس الناس اللي يتبعوني انا وانا عامه والله ما اعرف لا اسجل ما اعرف والله ما اعرف اكتب من يوم التلفون هذا انا بدي احرفها امامنا ولا درس ولا فعلا حاجه، جالس بعد شغل وطائره وملاحقه وعرفنا هذا اللي يحتقر هذا وهذا اللي هذا، فنعمل الشيء اللي يصلح ان شاء الله. هذه رسالتي لا صنعاء على اساس يصحوا ويدوروا الشيء الصح، لا يعملوش عنصريه سواء الاعلاميين او الناس الذي في الدولة. أو بالنسبة لي أنا مواطن، أنا هنا في مأرب وأهلي بالبلاد، أسافر بعد غدوة بعد الغدوة هناك يمسكوني بنفس الطريقة. وتكلمنا إحنا قسمنا من هذه يعني سواء هنا في داخل عند الشرعية جالسين يمسكوا على أساس خوف على الدولة، وهنا بصراحة نفس الطريقة خوف على الدولة. ابعدوا هذه، ابعدوا. وأنا ندفع أول مقطع بدي على العرادة، أنا أكبر جاسوس يا سلطان عرادة على أساس إيش؟ على أساس أن يعرف الرسالة بحقه وإن شاء الله ما يوصلها له. والمشاكل ما طلعنا المقاطع الفيديو هذا إلا بسبب المشاكل، وإحنا إن شاء الله نكون فاصل بين هذا وبين هذا على أساس تحتل المشاكل جمعة وأعرف الناس على حقيقتي إننا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من الجنوب،
احنا هربنا اول شيء، هربنا من هناك من داخل الجنوب، ورجعنا هربنا من داخل صنعاء، ورجعنا هربنا نحن سلاح واحنا نهرب والبلاء بكل سواه نفس الطريقة. وإن شاء الله أنها بعد الحرب هذا تصلح البلاد كاملة. صح إن احنا ما نعرف نتكلم ولا نعرف هذا كل شيء، بس اللي نرسل به على قدر ما احنا به، وعلى أساس إنه يطمنوا الناس جماعة، وعلى أساس إن المشاكل تحتل لا متى نقيس وإحنا بالطريقة هذه إلى ما صلحنا احنا أنفسنا والمواطنين واللي هم مسكين هذا كل حاجة على أساس يصحي. والقبائل اللي قلنا ما يصلحش تعصب هذا كل شيء بسبب عايشوا يقع بلاء واحتقار اللي هم مش معه قبيله وهذا كل شيء نفس الطريق الذي أحمد الزوكي. واسأل الله تعالى أن القبيلة إن يعرف بالبلاء اللي فعلوه وهذا كل شيء ويتأسفوا عليه. إن شاء الله بإذن الله أنه تخارج البلاد كاملة نفس الطريقة. والقبيلات تبتعد من العنترة والنظام دراش، وتبتعد العنصرية هذه والاحتقار والشيء الذي يضر المجتمع كامل، واحنا انفسنا الذي يضر معيشتنا احنا. وكل الناس يطمنوا من هذا لهذا من هذا لهذا وتبتعد. انا في مأرب اكثر الناس حتى في النقاط في هذا كل شيء عرفوا ان انا اعيش هذه السالفه، وان انا اريد الشيء للبلاد بالخير والشعب اليمني كامل. والله انه كامل انه الشيء الخير والشيء الفكه هذه تبتعد هذه العنصريه كامله. اطمنوا مني انا اطمنوا، قالوا والله انا كنا يعني حتى امن قلب الناس، يعني الناس معانا صدقنا احنا نشي ندور يعني على اساس انه خايفين فاطمنا شوي. فكل واحد يعلن بالذي يرضي الله تعالى لا احد غيره، وتفتح البلاد كله وادعوا وصلوا. الصلاه هي مفتاح الفرج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.